السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كانت بتكتب لي في التعليقات على موضوع الزراير التقيلة، الأوك بيبقى تقيل جدا ولازم تدوس عليه جامد علشان يشتغل، فأنا هخليك تحل المشكلة دي بنفسك دلوقتي من غير ما تحتاج لمهندس صيانة أو فني مكان تصوير وياخد منك مبلغ للزيارة. هخليك تحل المشكلة دي بنفسك. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزك تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة بيبقى فيه هنا دايرة بتلوحها كده، تمام؟ أهي أول حاجة احنا طلعناه، بنطلع الوش بالكتابة بتاعته بكل حاجة. دلوقتي بقى هو قدامنا اهو بننضف الحاجات اللي هنا الزراير دي بفرشة سنان او حاجة، تمام؟ ما علينا يعني. احنا هنفتح كده وش البرينتر، تمام؟ ده كفر بيطلع باليد، هنركنه هنا على جنب وهنلاقي قدامنا تلات مسامير، ادي واحد ادي اتنين وادي التالت فوق. هنبدأ ان احنا نفك التلات مسامير. ده برينتر 4030 والموضوع ده بيمشي على جميع البرينترات. وادي المسمار التالت، تمام؟ احنا كده حلينا 3 مسامير. هننزل دي كده بالراحه. هيظهر قدامنا الكارته بتاعت البانل، تمام؟ هي مربوطه كلها بمسمار واحد بس. هتفك الكارته بالمسمار ده، وخلي بالك عشان بيبقى فيه كابل فلاتة هنا، فانت حاول ان انت ما تشدش ده. معلش نور هنا كده. ما تشدش البلاستيك ده، ما تشدوش جامد، تمام؟ فكنا المسمار بتاعنا. هننزل البانل كده بالراحه. بيبقى فيه هنا كابل باور ورا. كابل الباور ده هتشيله برضو بالراحه كده. الكارتة كابل الفلاتة قصدي. بيبقى قدامنا البانل زي ما انتوا شايفينه كده. احنا دلوقتي مثلا مش معانا مثلا اقاي ولا معانا مثلا حاجة نستخدمها بحيث ان احنا ننضف الزراير، او الزرار مثلا بيبقى صعب جدا ان انا اعرف اعمله بنفسي، فانا هتجيب شوية بنزين. يعني دول شوية بنزين انا جايبهم، تمام؟ وهتبدأ ان انت تمشي على كل زرار من دول، تحط نقطة 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 على كل زرار، نقطة وتدوس عليهم. تفضل تدوس كده على الزراير، تدوس جامد، تروح وتيجي كده على الزرار كذا مرة. على كمان تتأكد على أكتر زرار أنت مثلا بيبقى معلق معاك، وتفضل برضو تعمل نفس الموضوع دوت، إن أنت تفضل تتك عليه وأنت حاطط له سن بنزين أو أيا كان أنت هتحط له وبنرجع نركب تاني. طبعا أنا بعلمك كل دوت علشان أنت ما تحتاجش لفني مكان تصوير أو لصيانة مكان التصوير. وبتنضف الزراير دي بفرشة سنان وتربنتينة عشان الحروف دي برضو ساعات بتعلق. وركز في الفيديو ده عشان بجد يعني هتستفاد منه كتير قوي وهيفيدك. تمام. هنرجع تاني نركب المسمار بتاعنا. طبعا انا مش محتاج بقى اقول لك ان انا بتعب علشان اوصل لك المعلومه ديت، فطبعا ما تبخلش عليا في انك تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو عشان برضو يوصلك كل جديد. واي حاجه هتكتب لي في التعليقات تقول لي مثلا يا باشمهندس انا معايا مشكله في مكنه كذا، هعمل لك فيديو تعليمي ليها بحيث ان انت تقدر تعملها بنفسك زي ما انا كاتبين. في ناس كاتبالي في التعليقات ان يا باشمهندس مثلا البانل بزرار بتاعتها بتعلق، فعايزين حل يكون مثلا اقدر اعمله بنفسي من غير ما احتاج لحد. تمام. بعد كده برجع اركب الاستيكر بتاعي، وبيبقى اتنين، واحد انجليش وواحد فرنساوي، فاحنا بنخلي الانجليش من فوق. تمام. بعد كده بنركب الوش الكفر بتاعنا، واخر حاجه الدايره. بعد ما بنركبها بنلفها بس كده لقدام. طبعا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. اكاديميه اسكندريه بتساعدك في حل جميع المشاكل. اي حاجه تكون واقفه معاك حضرتك بتكتب في التعليقات بس انا واقف معايا كذا،
واحنا ان شاء الله هنساعدك. السلام عليكم.